اليوم نتناول جهود علماء وأساتذة كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المزارع في مختلف محافظات مصر، وكذلك عمل بحوث لتدوير المخلفات الزراعية. وكلية الزراعة من الكليات العملية التي تعني بخدمة المناطق المحيطة بها بجانب دورها التعليمي. كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ فيها 13 قسم علمي ب 17 شعبة. قبل كده كنا بنمنح حلاوة البكالوريوس في العلوم الزراعية في تخصصات عديدة، لكن مع تطور جودة التعليم والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي أنشأنا 8 برامج دراسية. هي برنامج الإنتاج النباتي بكلية الزراعة، برنامج الإنتاج الحيواني، برنامج إنتاج علوم الأغذية، برنامج وقاية النبات، برنامج علوم اقتصادية واجتماعية، برنامج التكنولوجيا الحيوية والزراعية، برنامج الهندسة الزراعية، برنامج الأراضي والمياه. الحقيقة بتلعب كلية الزراعة دور تنموي في إقليم كفر الشيخ. في أول حاجة جزء تدوير المخلفات، بنعمل قوافل إرشادية لكيفية تدوير المخلفات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، وفي بروتوكولات تعاون ما بيننا وبين هيئات ووزارات خاصة بتدوير المخلفات الزراعية. أيضا بنعمل قوافل إرشادية للمزارعين الصغار، المربين الصغيرين في المحاصيل، زي كيفية تسميد المحاصيل الشتوية، إعداد الأرض للزراعة، وقاية الحشائش والاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية والبيطرية. أيضا بنعمل دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين دي كل شهر أو كل شهرين مرة حسب عدد المتقدمين من دورات تدريبية، على أساس أنهم بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية. كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ لها دور كبير جدا في تقليل التلوث في بحيرة البرولوس، فحصل عديد كتير جدا من الأبحاث في هذا الموضوع. ولكلية الزراعة مراكز عدة للبحوث والتنمية المستدامة، ومنها مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية وجعلها متاحة للباحثين لإجراء البحوث المتميزة بما يخدم البيئة والمجتمع. دور الكلية في النهوض بإقليم كفر الشيخ. أولا في علاقات وطيدة ما بين كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لأن معظم الطلبة المسجلين ماجستير أو دكتوراه في مركز البحوث الزراعية كلهم مسجلين، أو نسبة كبيرة منهم مسجلين في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ. ففي توجهات كتيرة جدا جدا. لو اتكلمنا على مجال الإنتاج النباتي، الكلية لها دور باستمرار إن هي بتعمل قوافل إرشادية لأن آخر ما توصل به البحوث من مقاومة الحشائش، مقاومة التلوث المياه وفي المصارف في البحار. لها دور في بحيرة البرولوس، تقليل التلوث في بحيرة البرولوس. لها دور بتقديم السلالات الممتازة من الحاصلات الزراعية. لها دور كبير في التسميد العضوي. النهارده كل كان بيتكلم على التغذية العضوية أو الزراعة العضوية، ما لها دور كبير في هذا المجال. ده معمل امراض النبات وبايو تكنولوجي بيشخص العديد من الامراض النباتيه، سواء كانت فيروسات او بكتيريا او فطريات او نيماتوده. المعمل ده بيحتوي على احدث الاجهزه والتقنيات الحديثه اللي بتخدم الباحثين سواء في جامعه كفر الشيخ او من خارج المحافظات الاخرى، خدمه لجمهوريه مصر العربيه، بحيث بيحتوي على احدث الاجهزه. ومن احدث الاجهزه اللي بيحتويها المعمل اللي هو الاتش بي ال سي والريال تايم PCR. طبعا بالاضافه الى كده انه بنوفر كل الامكانيات المتاحه للباحثين سواء من خلال الدورات التدريبيه عشان نعلمهم ازاي يتدربوا على استخدام يعني احدث التقنيات وازاي الاستخدام الاجهزه الحديثه. طبعا بنوفر طبعا للباحثين في المحافظات هي البحري من مثلا السفر الى المحافظات مثلا زي القاهره او اسكندريه، فهنا يعتبر من المعامل الاولى والفريده بمساهمه جامعه كفر الشيخ ومساهمه وحده المشروعات. وبالاضافه الى ذلك ان معمل امراض النبات ان شاء الله سوف يحصل على الاعتماد من الايزو 17025 كمعمل معتمد دوليا على مستوى المعامل. أنا شغالة على فيروس بين يلو موزايك فيروس. بستخدم مجموعة فطريات بستخدمها
بتبقى فطريات محفزه للنمو. بستخدمها في المقاومه المستحثه لتحفيز النمو ومقاومه بعض الفيروسات اللي بتصيب العائله البقوليه، واللي منها فيروس البينيولو موزايك فيروس. الفطريات دي انا بنميها على كالشر فلتريت، وبعدين باخد الراشح اللي تحته بعمله فلتره باستخدام المرشح ده. باخد الجزء السائل ده وبستخدمه في المقاومه، ان انا برشه على النبات، بستحسه بحفزه ان هو يقاوم الفيروس بتاعي لما باجي القح بيه النباتات بعد كده. طبعا الاجهزه دي احنا عارفين هي بتكلف ملايين الجنيهات، فمساهمه وحده اداره المشروعات في وزاره التعليم العالي اتاحت لينا توفير احدث الاجهزه زي ما قلنا مسبقا، زي الريال تايم PCR، زي جهاز HPLC، زي احتوائها على معظم الاجهزه الحديثه مثلا جهاز الووتر باص والشيكينج، الانكوبيتور، الحضانات، الافران، الكيميكالز او الكيماويات اللي هي يعني التكلفه بتاعتها هي العاليه. أصبح تدوير المخلفات الزراعية من الأمور الهامة لدى العلماء والباحثين، وهذا ما يقدمه الدكتور سيد بلال في تقديم وابتكارات لتدوير قش الأرز والاستفادة منه في كافة مناحي الحياة. من ضمن اهتمامات كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ وقسم النبات الزراعي والسيد بلال والفريق البحثي اللي معاون معاه، اللي هو برنامج تدوير المخلفات. وعارفين ان مشاكل تدوير المخلفات او المخلفات عموما في مصر بنوعيها او بانواعها المختلفه الى جانب المناسبات البيئيه، سواء كانت مخلفات صلبه او مخلفات زراعيه او مخلفات بلاستيكيه او صوره التلوث الكيماوي او صوره التلوث الميكروبي، بتعمل لنا مشاكل. فاحنا للاسف في مصر بنتخلص منها بالطرق السريعه، ودايما بنلجا للطرق السريعه سواء عمليه الحرق او عمليه الدفن، وكل منهم له بيبقى اثار بيئيه ضاره على الجوانب البيئيه. فاما نيجي المفروض بقى ان شاء الله رب العالمين، على اساس ان احنا اتعلمنا بره وخدنا الدكتوراه في تدوير المخلفات البلاستيكيه بالذات البلاستيك الحيوي، وان شاء الله هيكون ده ليه بقى عندنا، ونتمنى يكون في لقاءات اخرى مع حضراتكم ان شاء الله، ان احنا ازاي ندور المخلفات بدون احداث ضرر للبيئه. فالحاله الحمد لله طبعا بنلجا لاستخدام الميكروبات في عمليه التخلص منها وتدويرها الى منتجات صناعيه. فعندنا نتكلم الاول عن قش الرز، او قبل ما اتكلم عن قش الرز، لما اجي اعمل دراسه او اعمل مانجمنت للمخلفات، لازم اكون عندي دراسه المردود الاقتصادي، المردود العلمي، المردود الاجتماعي، بحيث والمردود البيئي، بحيث ان بتناول كل حاجه من الحاجات اللي هي ايه موجوده دي. فبالنسبه لدراسه المردود البيئي، لو انا جيت حرقت ودفنت هيبقى في مشاكل. المردود الاقتصادي هيبقى برضه مشاكل بالاضرار اللي بينجم عنها، وزي ما هو معروف ان في اضرار والسحابه السوداء نتيجه لحرق المخلفات، مش عايزين نخوض فيها بالتفصيل عشان الوقت. المخلفات البلاستيكيه بما تطلعوا من ديوكسين او تعرض لدرجه حراره مرتفعه، والديوكسين بيعمل كانسرز. طب ازاي ان احنا ندور الحاجات دي كلها بدون احداث ضرر للبيئه؟ عندنا من ضمن الاهتمامات البحثيه بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين، على اساس ان احنا محافظه زراعيه، بالنسبه لتدوير قش الرز. لو جينا لدراسه المردود الاقتصادي، دايما كل ما هو معتاد عند اي حد يقول لك انا ادور قش، هنقل واعمل مكان لتجميع الكوم. يعني لو جيت عندنا محافظه كراميه الاطراف زي محافظه كفر الشيخ، عشان انقل المخلف من مركز لمركز هكلفني كتير، واخد بال حضرتك؟ فالحمد لله رب العالمين كان من ضمن المشروع بتاعنا ان احنا نفكر في حلول ابتكاريه، زي ما السياسه العامه بتقول، حلول ابتكاريه غير تقليديه، ان احنا ندور القش على راس الغيط. فبفضل الله عندنا وحده، بس ما سعناش الوقت ان انت حضراتكم تشوفوها معانا النهارده، وحده ان احنا متنقله على راس الغيط، بنقدر منها في خلال ساعتين ونص 3 ساعات نكون مخلصين مساحه الفدان. احنا عاملين بروتايب صغير، وبحلقه ديت نطلع منتج. الفلاح دايما بيلجا للحل السهل ان هو بيحرق القش عشان يدور المحصول اللي بعديه، ومفيش دخل. فاحنا من ضمن الحلول ان شاء الله رب العالمين ان احنا بنزود دخل الفلاح او دخل المزارع. فالوحده دي بتعمل ايه سعادتك؟ ان احنا الحمد لله رب العالمين قلت وحده ابتكاريه لنا وللكليه وللجامعه وللفريق البحثي، ان احنا بنعمل ايه؟ بنحط القش بعد طحنه وبنعامله معاملات معينه. المعاملات دي المعينه دي بنطلع منها على راس الغيط، واخد بال حضرتك، مركبات مختلفه من القش، سواء كان على سبيل الفرض لب ورق،
اللي هي السليلوز، والسليلوز ده بيعتبر كسنتر للصناعات المختلفه زي انتاج الايثانول والانتاج الورق. فيبقى عندنا ده على راس الغيط. وضفه يعني لو جينا حضرتك بالنسبه لطن القش اللي بيتحرق ماليش اي قيمه، المنتج من المنتجات دي بيتراوح من 1200 جنيه ل 2200 جنيه على حسب الجوده بتاعته. يبقى انا في الحاله دي لو انا جيت بقى حولته من المنتج من القش اللي هو معدوم القيمه، يبقى مردود اقتصادي للقيمه بتاعته اللي هي ايه عاليه. وللطاقة الشمسية دور كبير في الزراعة، وخصوصا الزراعة داخل الصوبات الزراعية، وكذلك الزراعة بدون تربة في الأراضي القاحلة، ما يعظم الاستفادة منها. الحقيقه في اتجاه جديد على مستوى العالم كله، او يمكن على مستوى مصر بالاخص شويه، احنا متاخرين شويه في حاجات معينه اللي هي الطاقه الجديده والمتجدده. فإحدى هذه الطاقة الجديدة والمجددة اللي هي استخدام الطاقة الشمسية في تدفئة البيوت المحمية عندنا في كلية الزراعة. فعندنا مجموعة من الخلايا الضوئية عبارة عن دي بتدفي الصوب الزجاجية، الصوب البلاستيكية أثناء الليل، بتحتاج درجة حرارة معينة، فبنبدأ نستغلها بدل ما بنجيب مواتير أو بنجيب تدفئة بالكهرباء أو بالغاز، فبنستخدم الطاقة الشمسية في هذا المجال. من ناحيه ان هي الطاقه العادم بتاعها قليل جدا جدا، او ما فيش لها اي عوادم، بنستفاد منها، مش مكلفه، يعني شبه ان هي ما لهاش اي اثار جانبيه على النبات. احنا هنا بالدرجه الاولى احنا مزرعه بحثيه، عشان التعليميه بحثيه، عشان الطلبه عندنا طلبه ماجستير ودكتوراه، وعندنا شغل بحثي اكتر منه انتاج. طبعا البحثي يبقى فيه جديد، دايما الجديد عندنا من الحاجات الجديده اللي داخله عندنا اللي هي الطاقه الشمسيه. من الاستخدامات الجديده للطاقه الشمسيه عندنا سخان شمسي. السخان ده بنستخدمه في تسخين الميه، وبناخد الميه المسخنه ديت بنسخن بيها الصواب، بندفي بقى عمليه تدفئه للصواب خاصه في ليالي البرد يعني بصفه عامه. ده الاستخدام الثاني عندنا طاقه شمسيه مباشره اللي احنا بناخد منها برضو، بنحب نشغل منها المواتير وشغل منها مراوح، شغل منها التكييفات اللي عندنا في الموقع بالنسبه للصوب، عندنا صوب مكيفه وصوب مجهزه ومعدل كده يعني. ده تفعيل الطاقه الشمسيه اللي عندنا في الموقع يعني، لا اكتر من يعني هي كمصدر عندي مصدر بديل من بدائل الطاقه الاستثمار. الزراعه بدون تنظيمها ديت لسه تجربه بقى لها سنه، واحنا جربناها السنه اللي فاتت والسنه دي جربناها، بحيث ان احنا بنعمل دورات تدريبيه للخريجين والطلاب ازاي نستغل اي مساحه جافه في الصحراء، في قدام منزل او فوق المنزل، ان احنا نجيب اكياس وفيها تربه معينه فيها جميع المواد الغذائيه، والطالب او الخريج بيزرعها وبيعمل لها المشابك او بيعمل لها اللي هو الجزء الخاص بالنبات يبدا يتسلق عليه. ودي طريقه لسه جديده جدا جدا، ممكن ازاي نستفاد من الاراضي القاحله او من الاراضي اللي ما فيهاش نبات، او الاماكن اللي هي الخاليه في البيوت في القرى في المدن الكبيره. ديت الزراعه اللي احنا قلنا زراعه بدون تربه او الهيدروبونيك، اللي هي انا دلوقتي التربه البديله ديت اللي معبيين فيها هي البيئه اللي انا بزرع فيها، وهذا النبات هو نفس معدل النباتات الزراعات العاديه، وانا كده يعني الوضع ده ملوش علاقه بالتربه في ارضي خالص هنا. طبعا التربه ديت فيها كل المركبات اغذيه، وليها تغذيه من خارجيه من بره عن طريق محاليل، حط فيها في دايره كمبيوتر بتشتغل اوتوماتيك، محدش بيتدخل، مفيش تدخل يدوي، الا ان انا بس بجدد لها السمات فقط بعد ما تحطها لها بره، وهي مع الوقت محسوب لها الوقت، كل فتره بتشتغل تايمر وبتسمد مع الوحيد. ديت اللي هي الزراعه اللي بنتغلب عليها على مشاكل بقى، لو انا عندي هنا ملوحه وعندي سوء صرف او عندي حاجه في التربه الاصليه، دي البديله بتاعتي، ودي المتعامل بقى على زراعه الاسطح، ممكن زراعه اسطح والاماكن اللي هي لا تصلح للزراعه اساسا، يبقى دي البديل بتاعها، دي الزراعه البديله. ولكلية الزراعة دور إنتاجي تعليمي في معظم المعامل والمراكز البحثية داخل الكلية، ومنها معمل إنتاج الألبان. هنا بنحاول نطلع خريج يعني ايه، يعني يكون قريب من ايه، من الشغل الموجود في السوق، بس بنعتمد برضو على الاساسيات اللي هي الشغل الاكاديمي شويه. بنقوم بالتدريب يعني بطريقه بدائيه. بنعمل جبنه، بنعرفه اساسيات صناعه الجبنه. طبعا في شغل السوق بيتعمل فيه خلطات وكده، فاحنا برضه بنديله برضه ايه فكره عن ايه، عن التصنيع الموجود ايه من خلال الزيارات الميدانيه للمصانع.
وبرضه بنعمل لهم ايس كريم والخلطات ازاي بتعمل ايس كريم والزبادي، وبنعمل لهم يعني ايه بنطلع خريج مناسب للسوق. يعني حتى الخريجين اللي بيطلعوا من عندنا يعني كذا خريج انا كنت بتولى مسؤوليته في تسويق تسويق المصانع. مستقبل البحث العلمي ان شاء الله يعني بقوه فريق العمل وبحب العمل وبالاتقان، طبعا بمساهمه الدوله معانا في انجاز اي مشروع. فاهم حاجه فريق العمل وحب العمل ده ان شاء الله في تقدم وفي تحسن ان شاء الله لخدمه الباحث العلمي في جمهوريه مصر العربيه. وتستمر رحلتنا في البحث عن سواعد مصرية تبني الوطن بالفكر والابتكار. أن تتعدى الحقيقة آفاق أحلامك، أن تسافر لأجمل لوحات الحلم، أن تعيش المغامرة والتحدي والإثارة، أن ترى الطبيعة على الطبيعة، أن تشاهد وكأنك تلمس الواقع. اشترك الآن في خدمة أخبار مصر، خدمة إخبارية يومية على تليفونك المحمول. اشترك واعرف كل الأخبار السياسية، الرياضية، الفنية والاقتصادية وقت حدوثها، مع الخدمة الإخبارية الأكثر مصداقية في مصر. للاشتراك ارسل رسالة فارغة إلى 1515. مع خدمة أخبار مصر انت دايما في قلب الحدث. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بمشاركة كيانات عربية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى الإمكانات الواعدة في هذا القطاع خاصة في البنية التحتية. وخلال اجتماع سيادته بوزراء وممثلي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأمين عام المنظمة عباس النقي، أكد الرئيس أهمية وحدة الصف العربي والتكاتف للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها الإرهاب. من جانبهم أعرب وزراء النفط المنظمة عن اهتمام دولهم بالمساهمة في تطوير وتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، مشيدين بدور مصر عربيا وما تمثله من مصدر قوة واستقرار.